أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهارده. بإذن الله النهارده احنا متواجدين مع طلاب ثالثة إعدادي علشان نبدأ في أول درس متعلق بالقواعد أو الجرامر. وأول درس معانا وهو البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل وهو زمن المضارع البسيط. ولما نسأل عن أي واحد عن المضارع البسيط إيه هو تكوينه؟ هو the first form of the verb أو التصريف الأول للفعل أو الشكل الأول للفعل أو الفعل في صورته الأولى. وعشان نلخص مع بعض وما نطولش على بعض ونوصل للمعلومة بأقل أو بأسرع طريق، المضارع البسيط هو التصريف الأول للفعل مع إضافة اس أو اس إذا كان الفاعل مفرد غائب he أو she أو it. إذا هو عندي في الزمن ده بيقسم الفاعل إلى جزئين. الجزء الأول وهو I, we, you, they، والمتعلق بيجي بعد منه مصدر بدون أي إضافة. أما الجزء الثاني وهو he وشي وإت والاسم المفرد واللي بيجي بعد منه تصريف أول بس مضاف له اس أو اي اس. يبقى على طول تعالى نشوف على البورد إيه هي أو إيه هو تكوين المضارع البسيط. يلا بينا. أول حاجة لازم أعرفها هو اسمه البريزنت سيمبل. بيقسم معايا البريزنت سيمبل الضمائر الى نوعين I, we, you, they. ده بيجي بعد منه يا شباب تصريف اول، يعني الفعل زي ما انا بحفظه بالظبط. play، live يعيش، leave يغادر، eat ياكل، like يحب، اي فعل تصريف اول. والجزئيه الثانيه والمتعلقه بالمفرد الغائب هي وشي وات او اسمي مفرد. هنا تصريف اول بس بضيف للتصريف الاول ده اس او اي اس. يعني هنا اقول له بلايز واقول له ليفز واقول له ليفز واقول له ايتس. كويس جدا. ليه اضفت الاس؟ علشان المفرد الايه؟ الغائب. يبقى هو التصريف الاول للفعل مع اضافه اس او اي اس اذا كان الفاعل مفرد غائب. الزمن ده هو يعبر عن حقيقه علميه ثابته، ويعبر عن عاده متكرره، ويعبر عن عموم وشمول الكلام عن شيء معين. لكن المهم من كل اللي احنا قلناه انه بيستخدم للتعبير عن المواعيد وخصوصا جدول المواعيد. اي شيء متعلق بجدول المواعيد بحط الجمله بتاعته في المضارع البسيط. يا مستر يعني ايه المواعيد ويعني ايه جدول المواعيد؟ انا مش فاهم. يعني كل شيء محطوط لها ميعاد ابتداء وميعاد للانتهاء بحط كلامي في المضارع البسيط. برضو مش فاهم، مش واصلاني. تعال اقول لك ان الطياره اللي بابا حاجزها كانت هتغادر المطار الساعة 10. يعني ايه تغادر الساعة 10؟ هقول له will leave؟ لا طبعا. طب ليه ما اقولش will leave سوف تغادر؟ علشان دي حقيقة ثابتة في جدول مواعيد، وبالتالي انا بستخدم صيغة المضارع البسيط. تعال نقول الجملة كده ونشوفها وازاي نقدر نعبر عن المضارع البسيط بيها. هقول the plane الطائرة leaves تغادر at 5 الساعة 5. يا سلام. هقول هنا leaves تغادر. طب ليه ما قلتش leave بس؟ علشان البلين هنا الطيارة دي بتساوي at وهي مفرد غائب، والطائرات بتكون في جدول مواعيد. طيب هقول the film starts يبدأ at 7. الفيلم هيبدأ الساعة 7 فقال لي starts.
يبدأ. هقول مثلا our English class، يعني حصة الإنجليزي finishes، تنتهي امتى يا مستر؟ at 10، الساعة 10. يبقى كل جداول المواعيد بتكون في زمن المضارع البسيط اللي هو بيكون التصريف الأول للفعل مع إضافة اس أو اي اس إذا كان الفاعل مفرد غائب. تمام؟ تمام. طب أنا هقول إن القطر بتاعي بيغادر المحطة الساعة 4. هقول the train، القطار leaves، يغادر at الساعة 4. يبقى the train leaves at 4. يبقى القطر ده هيغادر الساعة 4. شايف كل الأزمنة هنا أو كل الأفعال هنا في المضارع البسيط تضاف للفعل اس أو اي اس إذا كان الفاعل مفرد غائب. ده اللي يهمنا في المضارع البسيط. طيب ننتقل بقى من النقطة دي إلى نفي المضارع البسيط. إزاي نقدر ننفي المضارع البسيط؟ زي ما اتفقنا إن أنا عندي شكلين للفعل في تصريف أول، وده بيكون مع I ويو وزي والاسم الجمع، وفي تصريف أول بس بنضيف له اس أو اي اس إذا كان الفاعل مفرد غائب اللي هو هي أو شي أو ات أو اسم مفرد. طيب احنا هنا يا مستر بنتكلم عن النفي، إزاي نقدر ننفي؟ مع اي بقول don't بلس الانفينيتيف الفعل في المصدر، كويس. واما مع هي وشي وات فبقول doesn't بلس الانفينيتيف الفعل فين؟ الفعل في المصدر. في طريقه ثانيه يا مستر ولا هي دي الطريقه الوحيده؟ لا طبعا في طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه ولا انا اقدر استخدم never بلس الانفينيتيف never والمصدر. طب هنا برضو اقدر استخدم never بس احط هنا للفعل ايه؟ برافو عليك، اس او اي اس. رجع الاس لاصحابها. ليه؟ لان هنا لما جينا ننفي بداز او بدازنت لقينا داز فيها حرف الاس، وبالتالي هشيل الاس من المصدر لان اس مع اس ما تلبس، كويس. لكن مع نيفر برجع الاس لاصحابها، وهنشوف ازاي نقدر ننفي بدازنت ونقدر ننفي بنيفر. بعد ما عرفنا ان المضارع البسيط هو التصريف الاول للفعل وبضيف اس او اس اذا كان الفاعل مفرد غائب، وعرفنا كمان ان انا بقدر انفي المضارع البسيط ب don't او ب doesn't وبعدهم المصدر، وعرفنا كمان ان انا اقدر انفي بنيفر مع اي والجمع والمصدر او بنيفر والمصدر وبحط الفعل اس تاني طالما مش موجوده does. وعرفنا كمان ان انا بستخدم المضارع البسيط علشان اعبر عن جدول مواعيد. طيب معانا 10 نقط بعدهم مش هيبقى عندك اي مشاكل في اي نقطه متعلقه بالمضارع البسيط ووجودها في ورقه امتحانك. تعال نشوف ازاي بيجي المضارع البسيط في ورقه الامتحان. اول نقطه معانا هو بيجي في السؤال الخامس واللي بيقول complete with the correct form او complete the sentences with the correct form. complete the sentences اكمل الجمل بالصيغه الصحيحه. واول جمله متواجده معانا بتقول the lesson start at 8. طب ايه المشكله؟ بيقول لي ان انا عندي مشكله هنا مع الفعل start. طيب الفعل start ايه المشكله فيه؟ الفعل هنا the lesson مفرد. طيب مع المفرد احنا اتفقنا ان انا هقول ايه؟ starts يبدا. احط للفعل اس او اي اس، اس او اي اس. طيب الجمله الثانيه بتقول what time does the lesson starts. طيب يا مستر ما هو the lesson هو قال starts عادي، ايه المشكله بقى؟ تمام. قال لي مع تواجد does ايه اللي بيحصل؟ انا بجيب الفعل في المصدر وبالتالي بقول start واحذف الاس. كويس جدا. طب المثال الثالث بيقول the plane
arrive in Cairo at 6. بيوصل القاهرة الساعة 6. طيب ايه المشكلة؟ هنا arrive يا مستر والفاعل مفرد خلاص انا عرفتها فبقول arrives واحط لها اس. في المثال الرابع when do the train arrive؟ when do لا ده هنا الترين ده مفرد فبقول when does the train arrive؟ طب الجملة الخامسة the train usually take 2 hours. دايما القطار بيستغرق ساعتين علشان يوصل القاهرة. كويس دي جملة طب القطر ده مفرد فهقول له takes يأخذ أو يستغرق. It's an hour before the exhibition start. لا ده الاكسبيشن ده المعرض مفرد فبقول starts. أضيف لها اس. The library المكتبة close at 5:30 بتغلق الساعة 5:30 وبالتالي المكتبة دي مفرد فأقول closes. طيب did not take the early bus as it is slow. لا يأخذ أو لا يستقل القطار المبكر لأنه بطيء. طب هو قصده did not take هو عايز ينفي. طب أقدر أنفيها إزاي؟ did مفرد فأنفي doesn't وdoesn't عايزة المصدر فأقول take. ركز بقى معايا في الجملتين اللي جايين دول. والجمله الاولى بتقول what time do the film start؟ متى يبدا الفيلم؟ على طول يا مستر مش الفيلم ده مفرد فانا هقول does خلاص. كويس. طب جه قال لي بقى ايه؟ what time does the film؟ ايه ده؟ ما هو الفيلم مفرد فبياخد does. ركز بقى معايا علشان هنا الفيلم مفرد فخد does فdoes جابت لي المصدر. طب هنا مفيش مصدر. الحل فين؟ What time is the film؟ What time is the film؟ متى يكون الفيلم؟ لو بصينا لل10 أمثلة هنلاقي إن كلهم يعبروا عن جدول مواعيد سواء كان في الابتداء أو في الانتهاء. يبقى أنا في حالة جدول مواعيد أنا بستخدم زمن المضارع البسيط. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.